جيت نحكي لكم يا ولادي على جذوركم باش تعرفوا تاريخ عائلتكم، لانه كاين ناس مع الاسف يحكموا عليك من كلام يسمعوه. اضطريت انه نحكي الحكايه من اولها. بدات الحكايه من بابا وماما. ماما تقرا صحافه، بابا شبل من اشبال الثوره. كان بيناتهم اصدقاء عرفوهم حبوا بعض. كما كل عائلات الجزائريه اجتمعوا الكبار وخطبوا ماما. ماها كانت استاذه لغه عربيه وباباها كان محاسب. بابا مجاهدة وجاه المرض وفرقت الحياة. جات ميمة ورباته وجابت له خاوته وربتهم كامل بالمودة والرحمة وعلمتهم إنه الأصل التربية ماشي بالألقاب. بابا المعروف بهتلر الجزائر من قوة الهيبة اللي كانت عنده. كان هو الدرع اليمين لرئيس الجمهورية ونائب وزير الدفاع وأول جنرال ماجور في الجزائر. كان إنسان يحترمه الناس على أخلاقه وسمعته دايما تسبقه. بابا وماما تربوا في عائلات معروفة بالقيم تاعها وكانوا بزاف محبوبين. بابا تدخل المجلس كبير وصغير ينوض يسلم عليه وإذا غاب يسقسوا عليه. ماما كانت إنسانة تحب الحياة وتحب تفرح وتضحك. عائلتي وجذوري ما كان حتى واحد يقدر يشوهها. حلم ماما أنها تكون صحفية كبيرة في وسط عائلة عندها مناصب كبيرة. كان لازم على بابا يقنع دارهم يفهم ماما بروتوكول العائلة بطريقة ذكية. دار كامل اللي عليه وكما تقاليدنا داروا الحنة وداروا العرس وعاشوا حياة شابة. وجات ملمولة بعد ما صارعت الحياة وكتب لها ربي أجل كبير. بابا وماما ودارنا كامل فرحوا بيا. كنت أول طفلة في العائلتين. في عيد ميلادي الأول داروا عرس كبير وعرضوا كامل حبابهم وفرحوا بيا. وكانوا كل مرة نكبر يديروا لي أعياد ميلاد جميلة. بديت نكبر وزاد عندي أخ ولينا عائلة من 4 أشخاص. عائلة علمتنا المودة والرحمة وأنه الإنسان قيمته في أخلاقه. بابا على قد وعرته وقد حنانته معايا. كنت صاحبته وبنته وكل شيء في دنيته. حتى جا نهار اللي دغدغ علينا المرض اللي ما لقينالوش حل الله يعافيكم منه. حاول يحارب وسافر حتى خارج البلاد باش يداوي ولكن الأجل كان أقوى منا ودى علينا بابانا وفارق الدنيا وهو بين يدينا. راح السند والأمان وتبدلت حياتنا. شركاء سرقونا غدرونا خدعونا. الحمد لله اللي لقينا العائلة معانا وشكرا لعمي اللي كان دائما يعوضني عن فراغ الأب. ولكن وجع فراقه كان أقوى قهرني حتى دمرني. وجا نهار اللي تعرفت فيه فتاح وكان هو تشمع لي ضوات لي حياتي بطيبته وحنانته وقفته معايا. عاودت ريت نحس بالسند والأمان مرة أخرى. جوزنا يا ما تشابين ويا ما تصعب وكل ما كانوا يفرقونا كل ما كان يزيد يقوى حبنا. حكايتنا بزاف شابة يجي نهار ونحكيها لكم. المهم تزوجنا جاء آديمو جات إيميلي. خرجت حكايت لي ما عندها حتى علاقة مع أصلنا ونسبنا. وعلى هذه فتحت هذا الألبوم وحكيت لكم حكايتنا. هاي جايز، بعيدا عن المواقع هاد الصندوق بالذات كاين قريب 26 سنة حياة. باش تفهموا هاد الصندوق فيه بزاف ذكريات شابين كما فيه بزاف ذكريات يبكوا. ترارارا. الوغ منين راح نبدا لكم؟ لي دو باربي كبروا معايا ملي كنت صغيره. قطعت الباربي تاعي شعرها بس انا شعري كان قصير كيما هاد البغاسلي مثلا. هذا جابه لي بابا الله يرحمه قبل ما يتوفى. عفسه تضحك واللي هي هادو العفايس تشاو لهم كل لبسهم هكا وهكا كانوا لا طوندونس. هادي البطه تاعي تاع المكياج بارمي الاولانيين كاع اللي شريتهم في حياتي. عمرها عوام وعوام وعوام. دوك تقولي وشنو هاد القرعه؟ إفيان تاع فرنسا. اش معناتها هاد القرعه تاع بابا كي كان في لوبيتال. عطيت معايا القرعه تاعو ديتها معايا للدار. بابا توفى في 2018 واليوم رانا 2026. هاد القرعه عاشت معايا كاع هاد العوام. باي ما كانش يقدر يفتح القرعه كان يشرب بلا باياديه. جبت معايا لا تور ايفل ثاني هذيك توفى في جانفي. فيكو كان كاين البرد بزاف في هذيك لابيريود كانت دائما يلبس هذا البوني دونك جبته معايا ثاني. فيها ريحته وكي هضرنا على ريحته حبيت نقول لكم بلي ريحته اي عندي بوندون دي زاني تانيك. حبوا نزيدو نروحو لهاد الصندوق. كنت
كنت معروفه بلي كنقطع لاماج تاعي صغيره، كل ما نقطع. اول تليفون ليا جابوه لي بابا، شكون يشفالو بيط تليفون عاش معايا من السيزيام. كي جبت السيزيام تاعي جبت فيليسيتاسيون هايليك تهنئه تاع السيزيام. كي جبت فيها نورمالمون 8 هكا، الوغ بابا راح شاري لي تليفون قرا الحبوب. زادو جابوا لي دي اس بي، شكون يشفالو دينا بزاف كيرلي تما كان كلش تاعي غوز. ولو كان نزيد نشوكيكم باللي غارديت ما من وادرو، ايماجينيو هادو نوادر بابا. عفاكم بليك جامي حسيتو بعد عليا، حسيت بليك انا ما عنديش بابا. كل ما نحس بهداك لو مونك نروح لهاد الصندوق نلقى كلش. وهذا تريكو تاعو شحال كان يعجبني كي لبسوه بهاد النوادر وبهاد البول، قارديتهم وعشت بيهم. شوفوا كان بابا دايما يقول لي حاجه حتى كبرت باش فهمتها، ميلي يا بنتي الوقت يجري ويبقاو غير الذكريات، وراني عايشتها اليوم قدامكم. الوقت يجري وانا راني ندور هنايا في كي كان في عمري 13 سنه 12 10 14. هذه ساعه بابا جابها لي كادو. هاد الببون اللي راكم تشوفوا فيه دوك نحط لكم تصويره كي كان في عمري عام كان عندي هكا باش تفهموا شحال انا انسانه نحافظ على دوزاني. هكا نحب العفسه تاعي. عمرو 25 سنه، وقت موني تاعي كنت بزاف نحب له زعما الكاش تاع تليفوني كي كنت صغيره هكا كان فيه واحد الخيط هكا نشدو فيه. من بين الهوايات تاعي كنت نخدم طونيبر من عام 2013، كنت نرسم دي ديسان كاريكاتور. شوفوا هذه تاني وهذه ومن بين هواياتي تاني كنت كتبت شعر الاستاذه تاع العلوم الطبيعيه. نلقاكم غير شويه. استاذه العلوم تعلمنا كل الامور، تغذينا بالافكار، تنقصنا من الغباء. انت نور علينا ونعمه من ربنا. نشوفوا كيفاش كنت نقرا الشعر، كنت نعرف كيفاش نعبر على لا تريستاس تاعي. كنت نرسم دي فلور فيهم الشوك ويبكوا. كون يشفى الزربوط تاع بكري، كنت نلعب بزاف زربوط ومام لي بوس. امي نشفى شويه بيهم. شوفوا دي البقره كنا نعيطوا لها هذا دراغون. باش راو لي هذيك الباطه اللي فيها العقاقش والاخرين، كنت نخدم لي بغاسلي. ومن بعد ان جور فاقوا بابا ماما بلي كنت نبيع لي بغاسلي نخدمهم في الحومه، نخدم تاع مولوديه تاع لاستيك هادو، كنت نخدم بزاف لي بغاسلي وكاع نبيع لهم ونجيب دراهم في الدار. نقول شوفوا كنت نحب هاد الحفايس. لي زانفيتاسيون تاعي تاع لي زانيفرسير تاعي صعباكم لي كنت صغيره تالمون كان بابا يلبس لي دائما كشغل برانسيس ويخرجني معاه ويقول لي تشوي ما برانسيس وانتي ما برانسيس. كي كبرت وعرفت بلي انا ماشي برانسيس مرت بعد قال لي بنتي بصح انتي لا برانسيس تاعي انا. انيفرسير تاعي تاع 13 ما فهمتش واش خبيتهم. لي ميساج كنت نبعثهم لصحاباتي سيل بوبلي. اول مره ارفع قلمي واكتب رساله لصديقتي ميليسا. ام بلس ام ايتيغال لاف. الصندوق من خشب وانت من ذهب، اكتب بالمقلوب لتقرأي في القلوب. كسرت زجاجة وأتمنى لك الزواج. قهوة بلا حليب وميليسا بلا حبيب. دب زائد دب يساوي حب. يا خالية. درت لهم شومبرتي هاد البلاكة. ممنوع اللمس الأماكن النظيفة كوفيد 19. ممنوع الدخول والخروج، ميليسا تسبب لك مرض الكورونا. مش بيجوز عندي. هاي لك واش كتبت لها. لو تعرفي مدى حبي لك وكم أهواك يا منارة حبي يا حياتي، لن تزعلي مني إن قلت لك أنني أحبك حبا جما، ولكن لن أبينه بالكلام بل بالفعل، وسوف أتحصل على نتائج جيدة حتى تبقي رأسك مرتفعا. ولكن إن أردت يا أمي اشتري لي تلك الدمية كهدية لي رجاء. يا حبي التي تبلغ 160,000 من ميليسا ابنتك. التوقيع شكرا. وتوجور انا شوفوا في كاع لي ميساج كنت تقرا فيهم توجور كاين توقيع ميليسا، ما فهمتش انا عليها. نهار الدخول المدرسي تاعي من مور ما مات بابا الله يرحمه، قلت لهم اول يوم للدخول المدرسي الناس كلها فرحانه، اما انا اشعر بضيق في الصدر يا ابي. لقد اعتدت على وجودك معي في مثل هذه الايام، لقد انقرضت البسمات والضحكات. لا اتحمل هذا العيش الثقيل، لا استطيع، لا يمكن تعويض فراغك في حياتي باي ثمن. يا كانت حياتي كامله عباره عن رسم، عن كتابات. كل ما يضيق بيا خاطري نروح نكتب نهضر نكتب ما نكسرش كاع راسي بزاف مع الناس ما والو. كنت بزاف عاقله كنت صغيره، كنت نحب التعبير. اسكو على بالكم باللي كنت نقرا تري بيان واحد الوقت
هاي لك 13 دو موين، فيليسيتاسيون 15 دو موين، لوحة مور متوفى بابا. من بعد نحوس لكم على لا فوتو تاع البولتان ماما في الدار عند ماما ثاني. جبت واحد ما رحتش قريت كامل. هنا كتب بابا الميساج: ابي الحنون احبك يا والدي. من داك تجيني لحظه ادراك كي شغل كنت حاسه بلي كان حيروح. كتبت له: تخيلتك تمسك النور. كيفاش جي بونسي نكتب هكا؟ تدخل به غرفتي يا احلى اب رزقني اياه ربي، وكم اتمنى ان تحبني ولا تتركني مهما صار، وخاصه عندما تطول يا حبي ومثل اليوم تماما يا احلى اب. صاحبتي في لاكلاس نحبوا نهضروا كش كلمه باش ما تعيطش علينا الاستاذه، كنا نكتبوا في ورقه وهي تكتب وانا نكتب، هي لون وانا لون، وهي تكتب وانا نكتب، ونهضروا كومونيكيو في ستيلو والورقه. رحت مع مايا جبت كوكا 2 ولي كريب، جاونا 75,000 برك. جايز هذه اول بطاقه تعريف ليا انا خدمتها، ورقه وستيلو ماشي صح. هذا كراس الذكريات تاعي. اليوم اقول انه عام جديد لان اليوم نكون 1/1/2014، يبين بلي رانا عام جديد. واتمنى ان يكون عاما حلوا جميلا وفائق الروعه. انا في السنه الثالثه متوسط، ولكن يوجد مشكله كبيره لان الفصل الاول لم ادرس جيدا. قد خيبت امال والدي وعائلتي، لكني أعد نفسي قبل أن أعد الجميل أنني سأبذل قصارى جهدي للفصل الثاني. أبدأ صفحة جديدة بيضاء، وأيضا سأبدأ صلاتي. أظن أنه سيكون حلوا هذا العام لأننا أكلنا الكثير من الحلو. اليوم واليوم الثاني كنت عند خالتي لأن أمي صبغت شعرها كما يقولون لماش. يا خالية اليوم واليوم الثالث يا هيلو كيتي. وكاين أسرار أيضا. في بداية هذا الصباح اتصلت خالتي ورجلها كي يخبر أمي أنه مات شجرة، حزينة من أجلها ومن أجل أبنائها، وبالطبع أتمنى لهما الخير. أحب عندما يقول لي الإمام: ما أنقى قلبك يا أيتها الفتاة، وما أجمل أحلامك عند ملامحك عندما تبتسمين. مستغربة لماذا الكل يحب ابتسامتي، هل فيها سحر أم العاطفة أم البراءة كما قيل لي علماء الدين؟ أنا كنت في الخدمة مع ماما قالوا لي هكا. أنا تعيسة جدا جدا، لا أعرف كيف أعبر عن تعاستي. أنا مريضة والجميع يظن أنني بصحة جيدة. في كل ليلة أتعذب عذابا أليما، لقد كرهت حياتي وأريد. أنا ضربت مع ماما. أنا لا تفهمني أبدا أبدا، إنها تفكر في نفسها فقط. كلمة زوج نقول ما أنا أحكي كل ما يوجد في قلبي. مع بابا درت قلب مكتوب فيه آم ومكتوب فيه دي جي، ودرت قلب مكسر زعما انا ضاربنا صاي سيفيني انا وياك بابا. فات هذا هو الصندوق اللي يخليني توجور نعاود نحس بلا نوستالجي. هذا هو الصندوق اللي كي نتبحر نروح نفتحو نعاود نلقى روحي، يخلى ميلي تكون ميلي تاع اليوم. عبالكم ليك اون فوا كنا صغار انا ولي بلو بروش ليا، كل وحده فينا كتبت ورقه احلامها. هذه تاع ليتيسيا بنت خالتي، هذه تاع ميليسا طويله، تاع ميليسا بينازا. سبحان الله انا مانيفيستي حياتنا. كلكم يحبوا يحكوا لكم هما كش يحكوا لكم. هذه انا البغيون باش زعما حياتي تولي هكا تبرق وحالتي حاله. ما عمرتها بالبغيون لي زيتوال. درت ورده هنا راحت هذيك الورده. moi à l'âge de 25 ans je me vois forte, indépendante, entourée que avec des gens positifs, de bonnes personnes qui m'aiment de vrai. Je serai à la hauteur une jeune femme, plutôt une jeune maman de 2 enfants. بون ما قلتش حيكونوا طفله وطفل، مي قلت دو 2 enfants. هاد الورقه اللي كتبت فيها انا اللي غير تاعي جاي راح نقراها لكم في فيديو واحد اخر وتعرفوا واش كنت كاتبه في هاد الورقه. هكا شاركتوا معايا شويه لا نص. اي فوالا هكا نقدر نقول لكم خلاص لا فيديو تاع الصندوق تاعي. مره راح نحكي لكم حاجه سقسيت بزاف ناس يعرفوني كانوا يقولوا لي ميلي الناس راهم يشوفوا فيك هذيك اللي دير لي فلوغ خدمه هكا ما تهضرش ماشي قراب اوطون، تسمى لازم تعرفيهم بشخصيتك باسكو ما كاينش كيفاش يعرفوني وما يحبونيش. دونك فوالا نقدر نقول لكم دوكا باي باي تهلا في روحتكم.